هنبتدي ب5 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5، وهنيجي نقفل في اول منزلقة، في اول سلسلة منزلقة. هنرتفع 3 سلسلة كأول عمود. هنشتغل جوه الدايرة 11 عمود مع ال3 سلسلة اللي هو أول عمود، يبقى كده 12 عمود. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وهنيجي نقفل في أول عمود بمنزلقة. وده كده السطر الأول بتاعنا. هنقطع الخيط. هنعمل العقدة بتاعتنا علشان الغرز ما تفكش معايا. هنبتدي نشبك اللون التاني. نمسك الفتلة البني معانا كده عشان ناخدها في الشغل. هنيجي نشتغل في أول عمود، هنرتفع 2 سلسلة. هنعمل في كل عمود غرزة العنقود من 3 عواميد. ادي كده يعتبر أول عمود. في نفس العمود هنعمل عمود، في نفس العمود هنعمل عمود. يبقى كده غرزة المنزلقة معانا، سوري، غرزة العنقود. هنعمل سلسلة. هنيجي نشتغل في العمود اللي بعديه غرزة العنقود من 3 عواميد. سلسلة. في العمود الثالث هنيجي نشتغل برضو غرزة العنقود من 3 عواميد. سلسلة. تمام. يبقى احنا اول سطر عملنا، اول حاجة عملناها 5 سلسلة قفلناها بمنزلقة. اشتغلنا جوه الدايرة 12 عمود. هنشتغل فوق كل عمود غرزة العنقود، وما بين غرزة العنقود وغرزة العنقود هنشتغل سلسلة. هكمل السطر وارجع لكم تاني. خلصت السطر باللون الاصفر. هنيجي نشتغل في فراغ السلسلة اللي ما بين غرزة العنقود وغرزة العنقود. هنرتفع 3 سلسلة كأول عمود، وهنشتغل في نفس السلسلة عمودين كمان. ادي كده 3 عمود في السلسلة. احنا برضو ماشيين بالخيط علشان نداريه في الشغل. تمام. هنيجي في فراغ السلسلة اللي بعديه هنشتغل 3 عمود. ادي 1 2 3. هنيجي في فراغ السلسلة اللي بعديه. هنا بقى هنبتدي نعمل الزاوية بتاعتنا عشان نعمل المربع. تمام. هنشتغل 3 عمود. تلاتة سلسلة، وهنشتغل في نفس فراغ السلسلة اللي عملنا فيهم ال3 عمود، هنشتغل فيهم 3 عمود تانيين،
وبكده بنعمل الزاوية بتاعتنا. ادي كده عملنا ال3 عمود. يبقى احنا هنشتغل في اول سلسلة هنشتغل فيها 3 عمود، تاني سلسلة هنشتغل فيها 3 عمود، تالت سلسلة هنشتغل 3 عمود، 3 سلسلة 3 عمود. هنيجي في فراغ السلسلة اللي وراه هنشتغل 3 عمود. ادي 1 2 3. هنيجي في فراغ السلسلة اللي وراه نشتغل برضو 3 عمود. هنيجي نعمل الزاوية التانية. احنا بنعمل دلوقتي المربع، تمام. هنشتغل 3 عمود، 3 سلسلة في نفس المكان هنشتغل 3 عمود. تمام. يبقى احنا بين الزاوية والزاوية بنشتغل 3 عمود، 3 عمود مرتين. هكمل السطر وارجع لكم تاني. رجعت لكم بعد ما خلصت السطر، وادي كده السطر الاولاني. طيب احنا هنشتغل كام سطر علشان نعمل المربع اللي احنا محتاجينه حسب المقاس؟ يعني لو قلنا مقاس الوسط مثلا 60، يبقى احنا المربع بتاعنا المفروض يبقى 10. تمام. مثلا لو قلنا 80 بنقسمه على 6 علشان نعرف عدد المربع بتاعنا هيبقى الزوايا بتاعته هيبقى كام سنتي. تمام. يبقى احنا بنعمل المربع حسب المقاس. انا هعمل دوت 4 سطور. هاجي هنا هرتفع 3 سلسلة. طبعا ما فيش مكان اعمل ال2 عمود، انا هعملهم في الاخر خالص. هاجي في فراغ السلسلة اللي وراه اللي هو ما بين ال3 عمود وال3 عمود، هنشتغل زي غرزة الجراني كده بالظبط، بس من غير السلسلة اللي بنعملها. تمام. اشتغلنا 3 عمود. هنيجي في الفراغ هنا ما بين ال3 عمود وال3 عمود نشتغل 3 عمود من غير ما نعمل السلسلة. هنيجي في فراغ ال3 سلسلة هنشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. هنيجي في فراغ السلسلة سوري الفراغ هنا ما بين ال3 عمود وال3 عمود هنشتغل هنا 3 عمود. ما فيش سلاسل خالص بين ال3 عمود وال3 عمود. تمام، عشان المربع يطلع معاكي مظبوط. نشتغل هنا برضو 3 عمود. هنيجي هنا برضو كده نشتغل 3 عمود. تمام. هنيجي في فراغ ال3 سلسلة نشتغل 3 عمود، 3 سلسلة، 3 عمود. تمام. انا عايزه المربع بتاعي هشتغل 4 سطور ابيض. هخلصهم وارجع نشوف مع بعض نشبك ازاي. انا مش عايزه بس اطول عليكم. اللي احنا عملناه هنا هنكرره في السطر الثالث، هنكرره في السطر الرابع، كأنك بتعملي المربع الجراني، بس مفيش ما بين ال3 عمود وال3 عمود سلسله. تمام. رجعت لكم بعد ما خلصت السطر الرابع. تمام. يبقى انا عملت 3 سطور. انا في حاجه تانية، يعني انا بعمل حسب المقاس. الشورت ده انا عاملاه هنا 3 سطور. ادي 1 2 3، 3 سطور من الاحمر، وده مقاس سمول. تمام. انا عايزه اعمل المقاس الاكبر اللي هو الميديوم، فعملت بدل الابيض ما يبقى 3 سطور عملته 4
سطور. تمام، هنشوف بقى ازاي نشبك. انا كده واقفه على الحته دي ان انا اشبك المكان اللي انا عايزاه. انا عملت 3 وشبكتهم في بعض، اللي ديت كده رجل. تمام، وعملت نفس الحكايه 3 هنا مقفولين اهوت، اللي هي الرجل التانية. وعملت 2 بس مش هنقفل علشان احنا المفروض نركب دولت يبقوا كده. تمام، هنشوف التشبيك ازاي وازاي هنركب. انا كده وريت لكم انا عملت الرجلين كده، وازاي هنكمل بقية شغلنا ونشبك. هنيجي هنا كده، هنشبك الجهة الناحية دي والناحية دي. تمام كده، بس من غير ما نقفل من ناحية دي. هنيجي هنا كده نمسك التشبيك بتاعنا. احنا هنا عملنا في الزاوية 3 سلسلة، سوري 3 عمود سلسلة. السلسلة التانية هندخل الإبرة في ال3 سلسلة اللي احنا المكان اللي احنا عايزين نشبك فيه، ونعمل غرزة حشو سلسلة. هنرجع هنا نعمل 3 عمود، ادي 1 2 3. هنيجي مكان التشبيك بتاعنا اللي هو الفراغ دوت ما بين ال3 عمود وال3 عمود، هندخل الإبرة بتاعتنا ونسحب الإبرة ونعمل غرزة حشو. هنيجي نشتغل في المربع اللي احنا بنشتغل فيه، في المكان اللي عليه الدور ان احنا نشتغل ال3 عمود، ونعمل ال3 عمود. هنيجي في الفراغ اللي قدامه نعمل حشو. هنيجي نشتغل في الفراغ دوت ال3 عمود، ادي 1 2 3. هنيجي هنا نعمل حشو، نيجي في الفراغ هنا نعمل 3 عمود، ادي 1 2 3. وهنيجي هنا نعمل غرزة الحشو. نرجع هنا نعمل ال3 عمود، هنيجي نعمل هنا الحشو، نشتغل هنا ال3 عمود، هنيجي هنا نشتغل الحشو. هنيجي في الزاوية بتاعتنا نعمل 3 عمود، ادي 1 2 3 سلسلة. وهنيجي في الزاوية هنا برضو نعمل غرزة الحشو بتاعتنا سلسلة 3 عمود، هنيجي هنا في المربع التاني اللي بنشبك فيه نعمل حشو، نشتغل ال3 عمود في المربع اللي احنا شغالين فيه. هنيجي مطرح التشبيك هنا هنعمل حشو، هنا نشتغل 3 عمود،
هنا هنشتغل حشو. نرجع في المربع اللي احنا شغالين فيه نشتغل عمود، 3 عمود. ادي 1 ادي 2. هنيجي هنا نشتغل حشو. هنيجي هنا نشتغل ال3 عمود بتوعنا. ادي 1 2 3. هنا هنشتغل حشو، وهنا ال3 عمود حشو في المربع اللي قدامه. هنيجي بقى في اخر حاجة هي الزاوية، هنعمل 3 عمود سلسلة، ونيجي في الزاوية هنا نشتغل غرزة حشو سلسلة، 3 عمود. كده خلصنا التشبيك. نشتغل في الفراغ دوت 3 عمود كده. هنيجي في الفراغ اللي بعديه، احنا كنا عملنا 3 سلسلة اللي هو كأول عمود، يبقى ناقص 2 عمود. ادي 1 ادي 2. وهنيجي نقفل في اول العمود كده بمنزلقة. هنقطع الخيط بتاعنا، هنلف الشغل، نقفل المكان كده الغرزة بتاعتنا. نبقى ننضف الخيط بعدين وندخله في الشغل. كده عملنا 3 مربعات بس سيبناه مفتوح. تمام. هنعمل الرجل التانية نفس النظام، بس قبل لما نيجي هنقفل هنشبك هنا في المربع اللي هيبقى قصاده الناحية التانية. تمام. هعمل المربع وارجع لكم تاني اوريكم التشبيك. رجعت لكم بعد ما عملت المربع اللي احنا هنشبك بيه. تمام. احنا اتفقنا ان دي الرجل الاولى وديت الرجل التانية. هنشبك المربع لو عليه الدور الناحية دي اهوت، احنا هنا ما قفلناش، يبقى هنا اللي هنشبك فيه. بغرزة الحشو سلسلة. هنيجي نعمل في الزاوية بتاعتنا برضو 3 عمود. وهنيجي نشتغل هنا كده حشو، نشتغل هنا 3 عمود. طبعا احنا خلاص عرفنا طريقة التشبيك، فعشان ما اطولش عليكم هكمل تشبيك المربع ده وهقول لكم ازاي ندخل الرجل التانية ونشبك الرجل التانية معاه. خلصت كده التشبيك المربع من ناحية لحد ما وصلنا للزاوية. تمام. هنيجي بقى للرجل التانية عند الزوايا كده ونشتغل غرزة حشو. الزاوية بتبقى قدام الزاوية. تمام. وهنكمل بقية تشبيك كده عادي. هنعمل 3 عمود، هنيجي في الزاوية
الفراغ اللي بعد الزاوية هنا كده نعمل فيه غرزة حشو. هنيجي نشتغل هنا برضو 3 عمود، هنشتغل هنا غرزة حشو. في المربع اللي احنا شغالين فيه هنشتغل 3 عمود. انا عشان ما اطولش عليكم، احنا عرفنا خلاص طريقة التشبيك، هوريكم انا عملت ايه. ادي كده رجل البنطلون، وادي الرجل التانية دخلناهم مع بعض. هنكمل داير داير، ناقص المربعات داير داير، بحيث ان هي تكون، ثواني كده، ادي اللي انا عملته قبليه اللي هو المقاس السمول. تمام، عملنا اهو 3 رجول وقفلناها، 3 مربعات وقفلناهم كرجل، و3 مربعات وقفلناهم كرجل. تمام، وكده اشتغلنا فوقيهم دورين مربعات. نبص الناحية كده اهي. تمام، وده كده الشورت. نعمل بقى البرا. انا عملت برضو البداية بتاعتنا باللون البني والاصفر. هنيجي بقى نشوف هنعمل ازاي المثلث. هنيجي في فراغ السلسلة نشتغل 3 سلسلة كأول عمود، ونشتغل معاها 2 عمود. هنيجي في فراغ السلسلة اللي بعديها نشتغل 3 عمود. هنيجي في فراغ السلسلة اللي بعديها هنشتغل 3 عمود. المثلث بتاعنا ب3 زوايا، المربع كان ب4 زوايا. تمام، هنيجي برضو نشتغل في الفراغ هنا 3 عمود. تلاتة سلسلة، 3 عمود. يبقى احنا اشتغلنا في اول فراغ سلسلة 3 غرزة 3 عمود. الفراغ اللي بعديه اشتغلنا 3 عمود. الفراغ التالت اشتغلنا فيه 3 عمود. الفراغ الرابع عملنا 3 سلسلة 3 عمود 3 عمود. سوري، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. في المربع احنا كنا عاملين 3 عمود، وفي اللي وراها 3 عمود، وفي اللي بعديها عملنا الزاوية، لان احنا كنا عايزينها تبقى مربع، يبقى والمربع ب4 زوايا. لكن احنا عايزينها مثلث، هنشتغل 3 مرات 3 عمود 3 عمود 3 عمود. في الغرزة او السلسلة الرابعة هنعمل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. هنيجي في الفراغ السلسلة اللي بعديها نشتغل 3 عمود. فراغ السلسلة اللي وراها هنشتغل برضو 3 عمود. فراغ السلسلة التالتة هنعمل برضو 3 عمود. هنيجي في فراغ السلسلة اللي بعد كده هنشتغل فيها 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، ودي كده الزاوية التانية للمثلث. تمام، يبقى احنا اشتغلنا كده. هكمل السطر وارجع لكم تاني.
احنا هنشتغل المثلث بتاعنا بقى حسب برضو مقاس البرا اللي احنا عايزينه. لا نشتغل 3 سطور باللون الابيض او 4. تمام. انا جبت البرا قدامكم عشان اشرح بدل ما نشتغل واحنا برضو نعتبر بنشرح نفس الكلام. تمام. احنا عملنا المثلث بتاعنا، عملنا 2 وجينا عند الزاوية هنا شبكناه. تمام. هنعمل طبعا البني بعدين الاصفر، وهنعمل سطر واحد ابيض. المربع بتاعنا هنا صغير. تمام. احنا هنعمل 8 مربعات صغيرين نفس طريقة المربع بالظبط، بس هنخلي السطر بتاع المربع بتاعنا في الابيض سطر واحد بس. تمام. هنيجي هنا بنعمل في اخر المربع هنا في الظهر بنعمل زوايا كده، هنا 5 سلسلة، هنا 5 سلسلة، هنا 5 سلسلة. نفس الحكاية 5 سلسلة 5 سلسلة 5 سلسلة. هنبتدي من هنا ونعمل طول سلسلة في حدود حسب الرقبة بتاعتنا. طبعا ما نطولهاش، يعني بحيث ان هي تبقى ايه على الرقبة بالظبط، ما تبقاش مضايقانا وما تبقاش واسعة فتخلي المثلث نازل كده او ماشي. طبعا احنا بنظبط السلسلة حسب المقاس اللي احنا بنعمله. فاحنا هنبتدي بالسلسلة بتاعتنا ونرجع عليها بسطر حشو. تمام. هنعملها دايرة كده اهوت بحيث ان هي تبقى السلسلة على الرقبة، وبكده نكون خلصنا المايو. طبعا السلسلة سهلة، مش محتاجة ان انا اعملها واعمل غرزة الحشو. يبقى كده عملنا البرا عبارة عن مثلثين و8 مربعات صغيرين. تمام. وهنا عملنا الشورت بتاعنا، العرض 6 مربعات كررناه مرتين، وفي الطور التالت قفلنا كل 3 مربعات مع بعض لدخول الرجلين. كانت معاكم مسام يا سمسمة لتعليم الكروشيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون الشرح بسيط بالنسبة لكم وواضح. لو في اي حاجة عايزاني اعملها او في اي تعليق يا ريت تكتبوه، وما تنسوش قبل ما يخلص الفيديو تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفي قناتي، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وطبعا انا عارفه ان انا بقالي كتير جدا ما عملتش فيديوهات، بس بتبقى ظروف مش اكتر. وان شاء الله تنتظروا مني فيديوهات كتير الايام الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.